لما لقيت شاهد كاتبين الان اول حلقتين من بنج كلي قريتها الان اول حقنتين من بنج كلي. هو سلمى ابو ضيف ودياب طول اول حلقتين من المسلسل تحس ده رياكشنهم مع بعض. بدأ عرض مسلسل بنج كلي، وهو مسلسل بيتعرض على منصة شاهد، ومدة الحلقات بتاعته 15 حلقة. المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف، دياب، علا رشدي، محمد مهران، سلوى محمد علي، كمال أبو ريا، لبنى ونس، محسن محي الدين، وإخراج نادين خان. قصة المسلسل أو نقدر نقول ده ملخص أول حلقتين من مسلسل بنج كلي. دكتورة دعاء دي دكتورة تخدير، وهي نفسها تثبت نفسها، فبتروح تشتغل في مستشفى اسمها مستشفى الأمل. بتقابل هناك دكتور عزاز، ده ما بيطيقش الستات ومش طايق نفسه، وبالتالي بيحاول يطفشها وبيجز عليها. دكتورة دعاء دي امها ست كده عايشة في دور مش سنها، ونفسها تتجوز لحد السن ده. اما ابوها فهو بقى المفاجأة انه دكتور، ودكتور كبير وعنده مستشفى كبيرة، بس هي مش عايزة تشتغل معاه عشان نفسها تثبت نفسها وتعمل اسمها بنفسها. دكتور عزازي ده بقى برضه بيته مليان مشاكل. اخته عايزة تتطلق من جوزها علشان مختلفين على اسم الطفل، يا ترى يسموه بيومي ولا لؤي. وفي وسط الاحداث دي كلها هو بيتعرض عليه انه يبقى مدير القسم في المستشفى، ولكن هو بيرفض، ولسه في انتظار بقية الأحداث. بشكل مبدئي هي قصة مقبولة، يعني يمكن في المسلسل أنا ما بعرفش أحكم على تفاصيل القصة من أول حلقتين، لأن أكيد لسه في تكملة. يعني القصة لو كده واحدة مش عايزة تشتغل مع باباها، وواحد ما بيطيقش الستات، هي قصة ما تملاش 15 حلقة. هنا هقول إنه الأحداث اللي في الأول أو خلال يعني أول حلقتين أنا قاعد مشدود، الريتم إلى حد ما لطيف، قدمت لي الشخصيات خلتني أعرفهم، عرفت إن في كمان تفاصيل كتير جدا جانبية، كل ده لطيف. لكن القصة بقى هتكمل إيه؟ ده للأسف أنا ما قدرتش أشوفه من أول حلقتين. يعني في مسلسلات بتبدأ من اول حلقه ما دي جريمه مثلا يعني، او ده قصه رومانسيه. هنا انا ما قدرتش اعرف احنا هنروح للجانب الطبي ولا احنا هنروح لحاجات انسانيه، ولا الموضوع هيقلب في الاخر قصه حب. دي حاجه مش باينه، مش هقول ان ده عيب، لكن خليني اقول انه جانب حلو انه يخليني متشوق. انا عايز اشوف باقي الحلقات عشان عايز اعرف الموضوع هيمشي معاكم ازاي، او هتاخدوا المسلسل لايه. لكن لو في حاجه مش حلوه ان انت من الاول ما اديتنيش بقى انا رايح كذا، انا رايح سسبنس، انا رايح رومانسي، يعني ما خلتنيش اعرف انا رايح فين. الخط اللي حاصل ما بين سلمى ابو ضيف ودياب ان هما الاثنين بيجزوا على بعض، او تحديدا يعني دياب مش طايقها لانه ما بيحبش الستات، اتقدم بشكل حلو وعجبني وشددني، وان كنت بشكل شخصي متوقع نهايته. يعني قادر اعرف ان هيطلع نفس الخط ده في مسلسلات كتير، اللي هو هيبقى في بينهم محبه الا بعد عداوه، يا اما هتبقى قصه حب، يا اما هنقرب جدا من بعض، هيساعدوا بعض في ظروف معينه في الشغل هتخليه يبتدي يثق فيها، وهي تثبت نفسها، هي تكتشف ان هو طيب مش رخم. يعني حاسس ان ده اللي هيحصل. مسلسل مش هيفاجئني بحاجه جديده، ورغم ده انا عاجبني جدا المشاهد اللي حصلت بينهم في اول حلقتين. من المزايا اللي ظاهره لحد دلوقتي في اول حلقتين ان الموضوع مش متوقف بس على البطلين، على سلمى ابو ضيف ودياب، لا انا عندي خطوط كتيره جدا. يعني بجد ان انا اشوف مامتها عايزه تتجوز، ده خط اكيد هيطلع منه حاجه. الخط بتاع باباها ان هو دكتور وناجح، حتى هو برضو دياب خط اخته من الخطوط الكويسه. ومن الخطوط اللي عجبتني جدا في المستشفى الخط بتاع علا رشدي، عامله شخصيه كويسه، وفي كده حاجات بتحصل ما بينها وما بين محمد مهران. فانا عاجبني ان المسلسل مليان. ليه بقول انه عاجبني رغم ان انا ما بحبش الحشر والدفس الكتير؟ لان المسلسل 15 حلقه، وانا بقيت مؤخرا حتى كلمه 15 حلقه بقيت بستكترها. ما كفايه 8 ولا 7 ولا 10 حلقات على الاقل. انا عرفت ان انا عندي شخصيات، عندي احداث كتير، يمكن بقى قدامي يبتدي يشبك الاحداث دي ببعضها، فالموضوع يكون مشوق اكتر. ده برضو صعب احكم عليه من اول حلقتين، هيبان على الاقل لما تنزل نص المسلسل. الحاجه الوحيده اللي كانت بالنسبه لي غريبه في المسلسل، انا لما دخلت اتفرج وشفت اسم المسلسل بنج كلي ولابسين ومستشفى، انا قلت خلاص بقى انا هدخل في موضوع الجانب الطبي من اول الحلقه. الكلام ده ما حصلش. يعني انا حسيت احنا مركزين اكتر على نفرش الشخصيات ونعرفك مين ده ومين دي، يعني العلاقات بينهم هيبقى شكلها ايه. لكن انا لسه ما غصتش جوه الجانب الطبي. ما اقدرش اقول انها عيب، بس بشكل شخصي انا دي حاجه ضايقتني. انا بحب طالما انت دخلتني في المستشفى دخلني بقى جوه المشاكل الجديده بتاعه المرضى وبتاعه المستشفيات. يعني زمان خالص كان في مسلسل اسمه لحظات حرجه. المسلسل ده بالمناسبه هو كان متاخد من مسلسل اجنبي ناجح جدا اسمه اي ار، ومسلسل اي ار ده كان عظيم. 30% من الحلقات جانب انساني، بس 70% من الحلقات انا بشوف الجانب الطبي، بشوف حياه الدكاتره، بشوف بيجي لهم ايه في الطوارئ، بشوف المرضى شكلهم ايه، ويتعاملك في النص بحاجات انسانيه، محتوى طبي اكتر. يعني انت بتوريني عالم الدكاتره. اتمنى ده يبقى الجرعه دي تزيد شويه يعني في مسلسل بين كلي، لان حتى لو انت لعبت في الاخر على خيوط انسانيه وعلاقات، وده بيحب دي او مش متقبلها، طب ما هو ده بيتقدم في مسلسلات كتير. فهنا اللي يميزك انك تروح للجانب الطبي او العالم بتاع المستشفى اللي اغلبنا بنشوفوش، هو الدكاتره بس اللي بيشوفوه.
من اهم مميزات مسلسل بنج كلي هو التمثيل. ولو هبدا الاول بسلمى ابو ضيف ودياب على اعتبار ان هم الابطال، بصراحه الاثنين ادائهم حلو جدا. سلمى ابو ضيف تحديدا انا بقالي سنتين كده هي تمثيلها حلو وتمثيلها فيه تطور، تعرف تجيب الشخصيه، انفعالاتها مش اوفر، بحسها بتمثل كويس. يمكن بجد ده بيخليني استغرب، يعني اعتقد سلمى ابو ضيف دي هي نفس جيل اسماء جلال، ازاي تبقى اسماء جلال نجمه اكتر منها وليش ما اعرفش يعني. بس سلمى ابو ضيف فعلا ممثله شاطره، وهنا كان ادائها كويس جدا في حدود ما شفتها في خلال اول حلقتين. دياب نفس القصه، من الممثلين اللي مؤخرا بقى ممثل تقيل جدا، وانا نسيت ان هو بيغني، ودي حاجه اعتقد كويسه جدا. هنا لعب الدور بشكل حلو، خلال اول حلقتين انا قادر اشوف الشخصيه الرخمه، ان كنت احساسي ان هو مش رخم كده، حاسس انه مع الوقت هبان ان هو طيب، عنده حاجات انسانيه كويسه، هو مش شخص رخم زي ما انا متخيل، او كمان هيطلع وش الرخامه ده هو حاطه لسبب معين. تمثيل هو ما بينليش ده، بس ده احساسي انا وانا بتفرج. وبشكل عام كل الناس اللي بتمثل في المسلسل لحد دلوقتي، يعني مش عايز اذكر اسم حد وحد لا، بس كلهم مستواهم حلو، ما فيش حد لسه لفتني بشكل جبار، بس برضو ما فيش حد تمثيله وحش او مش جايب الشخصيه بتاعته، لا كلهم تمثيلهم حلو جدا. عشان كده التمثيل لحد دلوقتي بالنسبه لي في اول حلقتين من المسلسل هو اقوى عنصر، يمكن اقوى كمان من القصه. عندي بس ملاحظتين خلال اول حلقتين. الملاحظه الاولانيه انه انت جايب لي ان في مستشفى، وانا فاهم ان مستشفى خاص اللي هم شغالين فيها، لكن في خناقه اللي هي على الركنه. انا فاهم ان سلمى ابو ضيف هي باباها دكتور وغني وعنده يعني الكلام ده حلو جدا، بس مش دي الصوره النمطيه بتاعه الدكاتره في مصر. حاجه تانية، انا كنت لسه بقول نفسي نغوص جوه العالم الطبي وتجيب لي المشاكل الطبيه والحاجات دي، اتمنى بس ما يبقاش فيها هرتله، مش عارفين نجيب تفاصيل المستشفيات والحاجات دي، خلاص نكمل المسلسل عالم انساني وعلاقات وكده، هنخش جوه تفاصيل المستشفيات والمرضى بيجوا ازاي. يا ريت نبقى مركزين في كل التفاصيل، عشان التفاصيل دي هي دي اللي بتدي روح وطعم وبتخلي احس ان القصه حقيقيه. لسه عند رايي ان مسلسلات الاوف سيزون مؤخرا بقت تشد اكتر من المسلسلات اللي بتتعمل في رمضان. سلمى ابو ضيف او دياب رغم انهم معروفين وكل حاجه بس مش سوبر ستارز يعني، لكن المسلسل مكتوب كويس بشكل واضح لحد دلوقتي، بدايته كويسه، بدايته تشدني الى حد ما. سلمى ابو ضيف ودياب الاثنين من اكتر الممثلين اللي انا بقيت بحترمهم، يعني ده كان السبب اصلا ان انا دخلت اتفرج على المسلسل، ان انا عايز اشوف سلمى ابو ضيف وعايز اشوف دياب ادائهم شكله ايه، فاتفاجئت ان في كمان تفاصيل جوه حلوه. وبما اني هرست كتير في الكلام عن سلمى ابو ضيف ودياب، خليني اسالكم سؤال الحلقه النهارده: ايه اكتر عمل او دور تحديدا لسلمى ابو ضيف انت بتحبه، وايه اكتر دور برضو انت بتحبه لدياب؟ ودياب تحديدا عنده ادوار كتير لانه لعب دراما ولعب كوميدي برضو، فاكتبوا لنا ارائكم او اجاباتكم في التعليق. على الجرس لو انت اول مره تشوفنا، لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده. ترجع في القناه هتلاقي سلسلتين: سلسله ملخصات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد او تريلرز لحاجات لسه هتنزل، وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات. معاك وقت جهد باقه طاقه، خد لك لفه، قول لي اللي عاجبك اللي مش عاجبك نحاول نظبطه. وكالعاده هنختم بالكلمه اللي هتبنكوا دلوقتي، كلمه ايه؟ غورو.